طيب، مساء الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بقالنا فتره كبيره للاسف ما عملناش اي ريفيوهات للشوكولاته. حد عمل لي منشن كده في فيديو من الفيديوهات، وطبعا كان الفيديو تبع شوكولاته من الشوكولاتات المصري اللي لسه طالعه جديد وعامله بومينج جامد جدا. بغض النظر عن مين الشركه اللي عامله الشوكولاته دي، انا يعني هتكلم عن شوكولاتات كتير النهارده، ومنهم شوكولاتات مصري ومنهم شوكولاته الماني. بس انا هتكلم عن ترند واخد الفتره اللي فاتت دي منحنى، اللي هو الترند بتاع الكنافه اللي بالبيستاشيو. انا بس حابب، لان انا عملت قبل كده ريفيو على شوكولاته ديسباسيتو. انا طبعا بغض النظر انا ما قلتش اي حاجه غلط عن الشركه ليها حق الطريقه في ان هي تعمل الماركتينج، يعملوا الشوكولاته، وانا ليا الحق ان انا استطعم واقول رايي اذا كان الراي ده وحش ولا لا. حطيت الفيديو على يوتيوب، جت واحده او جه كذا حد انت مدفوع لك فلوس عشان تقول كلام غلط. طبعا وهي دايما ايه، لازم فكره ان انا اقول رايي مش حلو دايما بالنسبه للناس اللي هو انت اكيد مدفوع لك فلوس. انا بكسب فلوس من ورا الفيديوهات اللي انا بعملها دي. انا واحد بحب الشوكولاته جدا، مدمن شوكولاته زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت انا مش فارق معايا الفلوس، انا فارق معايا الطعم لان انا مدمن شوكولاته. طيب انا حابب بس اوري للناس دي الشوكولاتات اللي انا كلتها او اللي انا دقتها في حياتي. حاجات امريكاني، منها حاجات لينت، منها معرفش ايه، جلارديلي دي امريكاني، راجوسا دي سويسري، ودقت شوكولاتات غاليه ودقت شوكولاتات رخيصه ودقت شوكولاتات كتيره قوي. طيب انا قلت اقول المقدمه دي بس عشان ايه، يعني انت ما تستطعمش قوي. بس هو انا دايما افتكر الحته بتاعت فيلم الكيف والفقراني وهو بيتكلم مع البهز، لما البهز كان بيقول له ان هو يعني ايه، كان بيبيع نشارة خشب، فنشارة الخشب كانت بتكسب، ولما جه حب ان هو يبيع للناس شاي الناس رفضت البراند وما بقتش تشتري البراند والبراند وقع. انا فاكر الحته دي، خلينا اشغلها كده برضه ايه الناس تفتكر. زمان كنت بغش الشاي بنشارة خشب وابيعه ببواكي، شكلها حلو مكتوب عليها شيئة من الأصول. كسبت والماركة بقى لها اسم وسمعت، وفجأة النشارة غلت والنجارين اتملعنوا، عبينا الشاي من غير نشارة. تعرف حصل ايه؟ حصل ايه؟ اتخرب بيت وفلست. يا سلام. يعني بدليل اللي هي البسله اللي كانت بتتباع في اللي كانت بتتباع على انها قهوه يعني. طيب خلينا نخش دايركت على اللي انا عامله. انا النهارده نزلت برضو اللي هم بتوع السعاده اللي انا دايما بروح لهم دول، قدام سيتي ستارز الناحيه الثانيه كده، مش فاكر اسمه ايه الشارع يعني. وقلت هدور على كذا حاجه من الحاجات اللي عامله بومينج الفتره اللي فاتت دي، من ناحيه الترندات والكلام ده، واللي هو بقى الكنافه اللي بالمعرفش ايه والكلام ده. انا بس هجيب الميه بتاعتي هنا عشان انا ايه، هبقى بشرب ميه كتير. انا جبت بصراحه 4 انواع، من ضمنهم واحده اسمها سويس فراو. سويس فراو دي المعروفه، واعتقد سويس فراو دي الماني. انا مش من محبين قوي السويس فراو، هي انا بالنسبه لي لور ليفل من الحاجات اللي جايه من اوروبا. احنا هنجرب في السريع دي انا طبعا بحب اشم على طول. اوبا، دي اللي هي المفروض الوايت كنافه، وطبعا يعني كنافه وفيها الوايت وبتاع. دي طبعا اللي هي واخده ايه، بومينج يعني جامده قوي. طبعا هقول بسم الله. هو انا مش من محبين الوايت قوي، مايعه قوي بالنسبه لي، بس تمام. هي مسكره جدا، لطيفه. بكام؟ في حد من بتوع السعاده بيبيعها ب 125 جنيه، وفي حد تاني بيبيعها ب 140 جنيه، ما اعرفش ليه. بس anyway، انا جبت منها كمان الدارك، جبت منها اللي هي برضو بالبيستاشيو الدارك. انا بحب الشوكولاته عامه اللي هي الدارك شويه. انا هجرب. دي احلى بكتير. انا بس بحاول اجيب الافتر تيست، والافتر تيست بتاعها حلو. الشوكولاته مع البيستاشيو مش مسكر قوي، عجبتني، مع اني ما كنتش حاطط في دماغي خالص انا ممكن احب حاجه زي كده يعني.
هل الشوكولاته بتاعت دبي اللي هي معمول عنها ريفيوز بالهبل مغرقه الانستجرام، هل احلى؟ مش عارف، ما دقتهاش بصراحه. بس انا كنت ممكن اقول حاجه، ممكن اقول ان طعم الكاكاو ممكن كان يزيد هنا شويه عشان يغطي شويه على طعم البيستاشيو اللي طاغي قوي ده. يعني دي ولا البيضه؟ هشرب بقى ميه. هنيجي بعد كده للشوكولاتات اللي انا بسميها الشوكولاتات المصري، الشوكولاتات الاي اي. بخش كده من بتوع السعاده بلاقيهم فرشين كده الوان كتير ومعرفش ايه واشكال. يعني ده مثلا من ضمن اشكال شوكولاته اسمها علي. شوكولاته تانية مارفل. مارفل دي بتاعت شركه اسمها سويتانا، انا اسف. فسويتانا دول هم منزلين البارات بتاعتهم بتاعت الشوكليت اللي هي المفروض فيها مسكر، يعني ما فيهاش سكر، دي فيها سكر. انا بصراحه جبت الدارك بالهيزل نت، وبعدين طبعا الناس عملت لي منشن لحد عمل ريفيو، وبقى ريفيو فظيع، والشوكولاته اللي كلنا بنحبها باز ديسباسيتو. طبعا هم غيروا الشكل، طبعا هم ايه يعني، هي كل الشوكولاتات دي الاشكال اعتقد معموله كلها بالاي اي، فيعني انا مش فارق معايا خلاص، هو يعني ده العادي تمام. فليتس تراي. طبعا ديسباسيتو يعني ايه التغليف بتاعهم، يعني تحس ان انت هتفتح يعني تليفون وبعدين هتنزل البار بتاع الشوكليت وجوه معرفش شكله عامل ازاي ومكتوب هنا ديسباسيتو. هم يا جماعه الناس دي عاليه قوي في فكره الباكجينج وفكره الماركتينج، وهم بيلعبوا حلو يعني، هم بيلعبوا حلو. خلينا في الاخر خالص، يعني انا دايما هخلص بديسباسيتو دي في الاخر. طيب انا هدوق مارفل دي المفروض انها دارك شوكليت بالهيزل نت بالبندق يعني. خلينا نجرب في السريع كده كاكاو، ودي شوكولاته دارك بني مش سودا تمام. طيب ريحه مش مفهومه، يعني ريحه الكاكاو تمام، هي برضو غامقه عن الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش حلو، مش حلو خالص. انا معرفش يا جماعه هم حاطين ايه، تحس فيها كاكاو بس مش كاكاو، يعني هو مش الكاكاو بتاع الشوكولاتات اللي انا بدوقها في حياتي يعني. مش كاكاو ولا ريحه الكاكاو، يعني دي مش ريحه شوكولاته ولا طعم كاكاو، يعني دي مش ريحه كاكاو ولا طعم كاكاو. هدوق برضو شويه. مش حلو، انا اسف، مش حلوه خالص. مارفل ويقول لك دي بلجن شوكليت، دي مش بلجن شوكليت خالص. دي مش بلجن شوكليت خالص. انا دقت بلجن شوكليت يعني مش عايز اقول. نعم مش حلوه خالص، انا اسف يا مارفل، دي مش ماي فيفورت بصراحه. طيب اشرب ميه. هندوق شوكولاته اسمها علي تيست اوف جوي. علي شوكليت، شركه الفكهانيه الاستيراد. دول نفس الشركه. لا يا راجل، برضو العنوان بني سويف شريفي. يا جماعه الراجل غالبا هو بيلعب، يعني هي الشركه دي بتلعب، هم بينزلوا انواع، يعني ممكن يكون مثلا منزل ايه 5-6 انواع تانيين نفس اي حاجه، يعني ممكن ينزل شوكولاته اسمها علي، شويه يروح منزل شوكولاته اسمها ديسباسيتو، شويه ينزل شوكولاته ثانيه اسمها معرفش ايه. تمام والله يا جماعه بيزنس، يعني هم بيلعبوا بيزنس حلو فشخ الناس دي، برضه شابوه. بس هو انتوا بتلعبوا بيزنس، بس بتلعبوا فلوس، لكن انت ما بتلعبش كواليتي. انا اسف مع احترامي ليك طبعا، يعني انا مش بتريق عليك خالص ولا اقدر اجي ناحيتك يعني، بس الحاجه اللي انت بتعملها مش حلوه. ديسباسيتو دي ما عجبتنيش خالص. شوكولاته بالمنت، هي نفس الباكجينج برضو. الثانيه كان مكتوب عليها ديسباسيتو، دي شوكولاته بالمنت. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني تمام، يعني هي برضو مش شوكولاته، ده بيست شوكولاته، يعني عارف زي ما بيسموه كده ايه، مسحوق شوكولاته، بس هو دي مش شوكولاته. فين طعم الكاكاو؟ فين طعم الكاكاو؟ انا قلت قبل كده ان الشوكولاتات اللي هم بيعملوها هي مش شوكولاته، هم بيعملوا حاجه زي الكيكه كده. حتى الافتر تيست اللي باين المنت، اللي هو السيرب بتاع المنت اللي انتوا بتحطوه. يعني انا عندي في الثلاجه جوه مكتبه شوكولاته، انا يا ريت والله لو اصورها، مكتبه شوكولاتات، في حاجات بقى لها سنه، وفي حاجات بقى لها 6 شهور، وفي حاجات بقى لها اكتر من سنه. اهو حتى انا بحاول ادوق تاني. حاولوا الشوكولاته يكون فيها كاكاو، دي ما فيهاش كاكاو، ده مسحوق كاكاو. يعني حتى مسحوق الكاكاو مش طالع فيه المراره سيكه بتاعت الكاكاو، مش زي مثلا شوكولاته كورونا. انا ولا شوكولاته كورونا بتدفع لي فلوس، ولا عملت لهم ريفيو قبل كده ولا مره. بس انا كنت دايما بعتب على شوكولاته كورونا، وكنت دايما بقول عليهم يا جماعه انتوا الشوكولاته بتاعتكم فيها كاكاو كتير، دي ملهاش ريحه كاكاو. تمام، يعني اوكي اف يعني هو الموضوع لو ماشي معاكم بيزنس، وانتوا بتنزلوا شوكولاته اسمها ديسباسيتو، وبعد كده بتنزلوا شوكولاته اسمها علي، وبعد كده هننزل شوكولاته تانية مش عارف اسمها ايه، واحنا بنلعب، تمام. يعني انا حاولت ادور على اللي هي الشوكولاتات اللي زي اللي هي الايه بالكنافه دي، ما لقيتهاش طبعا. انا رحت بتوع السعاده قالوا لي خلصانه، قلت يا نهار ابيض، قال لي اللي موجوده ليمون بالدارك شوكليت، قلت ماشي تعال نجرب ليمون بالدارك شوكليت ونشوف الدنيا ايه. اوكي ما عنديش اي مانع، خلينا نجرب شوكولاته ديسباسيتو يا جماعه بالليمون. طبعا هما بيحاولوا يقلدوا الشوكولاته بتاعت دبي، اللي هي فيها لسعات كده والوان كده غريبه، ودي الشوكولاته من ورا. ده المفروض ان هو دارك شوكليت بالليمون. خليني اجرب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عاجباني بصراحه الريحه بتاعت الليمون دي، انا ما اعرفش انتوا حاطين ايه يا جماعه، والله انا اسف تاني. انا ما اعرفش انتوا حاطين جبنه ولا انتوا حاطين ايه. هي دي هو ده حاجه عامله زي الجبنه كده يعني. انا بجد هو دي غالبا ايه، انتوا حاطين مثلا ليمون تشيز كيك مثلا، يعني ليمون تشيز كيك ولا ده ايه مش فاهم. يعني البيست ده ايه، بيست تشيز كيك مثلا. خليني اقول الاسعار. شوكولاته علي نعناع دي ب 40 جنيه 37 جنيه، هي نفس الشركه، بس هم نزلوا غالبا حاجه ارخص شويه. الشوكولاته بتاعت مارفل ب 43 جنيه، تمام. الشوكولاته بتاعت ديسباسيتو دي ب 190 جنيه. ما اعرفش الناس بتاكل الكلام ده ازاي. يعني انا ما كنتش عايز اقول وحشه، بس الشوكولاته مش حلوه خالص. مش حلوه خالص. الليمون ده مش ليمون ده. يعني انا ما اعرفش انتوا حاطين ايه، حاطين تشيز كيك، حاطين جبنه مثلا، تشيز كيك بالليمون مثلا، ولا ايه. انا حاسه ان هو تشيز كيك. نفس الشوكولاته اللي مش مفهومه المحروقه دي، والله حرام، والله العظيم 190 جنيه ماليهم اي لازمه. الشوكولاته الوحيده اللي حلوه في كل الهلس ده الشوكولاته الالماني. يعني انا هعوض طبعا باللي انا دقته ده. دي شوكولاته حرام والله. مفيش ولا حاجه في اللي انا اكلتها دي يا جماعه ريكومندد، عشان ما يتقالش بس عليا حاجه. انا راجل بحب الشوكولاته، فانت لو بتحب اللي انت لو حبيت دول تمام، يعني جو اهيد، مالكش دعوه بيا. يعني انا اقول اللي انا عايز اقوله، زي كاني ايه، سيبني اهزي، فانا بهزي يا سيدي. مش عاجباك خلاص، يعني ما تمشيش ورايا، فاهم. لكن لو فعلا بتحب الشوكولاته، وفعلا عايز تدوق شوكولاته زي اللي فعلا بتدوقها بره، ممكن تبعت لي خاص، عشان بس ما بقاش ان انا بماركت للشوكولاتات. اقول لك ايه الشوكولاتات المصري الحلوه، لان في شوكولاتات مصري كتير حلوه، ممكن اقول لك على كذا مكان واقدر اقول لكم يا جماعه. لكن شغل اللي احنا هنلعب بالماركتينج وهنلعب
الاسامي، وننزل شوكولاته ونغير، وننزل شوكولاته ونغير، وننزل شوكولاته ب 190 جنيه. حرام، حرام والله حرام. سلام.